تعالي بقى اوريكي المخلل بتاع الملفوف، ولا بنجر ولا اي حاجه، مخلل الملفوف او الكرنب الحلو قوي ده عملناه ازاي. بصوا بقى الجمال ما شاء الله. 7 ايام هتاكلي مخلل، مش عايزه اقول لك قد ايه الفوائد اللي فيه. قنبله، دوري بس انت كده، خشي ابحثي عنه وانت تعرفي المخلل بتاع الكرنب الحلو قوي ده يعني فيه فوائد كتير جدا. يلا بينا نشوف عملنا المخلل الجميل قوي ده ازاي. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي انا هعمله النهاردة حرام يتقال عليه مخلل، لان ده قنبلة فوائد بجد يعني. مخلل صحي جدا جدا جدا، وكمان في ليه فوائد كتير. انا الصراحه عشان اقعد اقول لكم على الفوائد اللي انا سمعتها عن مخلل الكرنب بصراحه عمري ما هحفظ الكميه اللي اتقال عليها دي. انتوا تقدروا تخشوا تبحثوا وتعرفوا الكرنب فوائده ايه، بالذات الكرنب الاحمر في التخليل. انا النهارده هخلل معاكم كرنب بطريقه سهله وبسيطه، وكمان مش مجرد مخلل حاجه عاديه، لا ده فوائد زي ما قلت لكم يعني كده. بسم الله ما شاء الله، تاكلوا حاجه مفيده جدا. اول حاجه انا حابه ان انا اقطع الكرنب بالشكل ده، مش عايزه يعني افرهد الكرنبه، مش عايزه افكها من بعضها ورق كده، لا. انا الحقيقه غسلتها من بره كويس، وهحتفظ بشكلها متقطع بالشكل ده كده. خلاص، ممكن لو انتوا شايفين ان ديت مثلا تكون كبيره قوي نقسمها كمان شويه كده اهو. انا شايفه ان كده حجمها حلو قوي، علشان لما نيجي نطلع قطع ما تبقاش ايه عريضه قوي. الورقه دي بس عايزه اشيلها كده، ممكن نبقى نحطها بعدين واحنا بنحطها في البرطمان. انا حريصه ان انا وانا بقطع تكون الراس ماسكه الورق كله، مش عايزاه يفكك مني. خلاص كده هقطع بقى الكام كرنبايه اللي عندي دول بالشكل ده كده اهو كده، بالشكل ده كده اهو. هقطع بقى الكميه كلها وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، قطعنا كميه الكرنب كله او الملفوف طبعا، لان في بلاد تانية بيقولوا عليه ملفوف. بصوا سبحان الله على الجمال. هعبيه كله بقى في البرطمان بتاعي بالشكل ده كده اهو. عبينا بقى الكرنب بتاعنا هنا. تعالوا بقى نعمل الميه اللي هنخلل بيها. طبعا الميه مغليه مبرده. الحقيقه الوصفه اللي انا شفتها كانت حد اجنبي بيعملها، بس كانت الميه مغليه. انا عن نفسي لما بعمل مخلل كرنب عادي استحاله احط ميه مغليه، لان الميه المغليه ممكن تطر القرمشه بتاعه الكرنب. لكن انا حابه ان انا اسمع قرشه حلوه كده في الكرنب، وبصراحه الميه لما تبقى مغليه ومتبرده احلى بكتير انها تكون سخنه. خلاص كده، بس هي طبعا بيبقى يعني ذوقيا. انا عن نفسي مش بحب يعني طبعا كل واحد بياكل الاكل بطريقته. مش حابه ان احنا اللهم صل على النبي ان احنا صوت القرمشه يعني ما يبقاش موجود. خلاص كده، عندي هنا ميه مغليه مفرطره. هحط كام بقى؟ 6 معالق من الملح الخشن. والملح الخشن احسن بكتير من الملح الناعم، علشان بيحتفظ بصراحه بالمخلل فتره اطول. 3 4 5 ادي كده 6. طيب انا هزود الكميه الكرنب او اقللها، هظبط ملح ازاي؟ بصي هقول لك على حل كويس قوي قوي تستعمليه في كل انواع المخلل. اغسلي بضايه وحطيها في الطبق اللي هتعملي بيه المخلل. والبضايه طبعا طول ما هي غسلها كويس وحطها في ميه بس من غير ملح، بتبقى البضايه ساقطه في قاع الطبق اللي فيه الميه. اول الملح ما بتظبط بتلاقي البضايه عامت على الوش. وانا عامله الفيديوهات بتاعتي، عامله موضوع البيض ده في مخلل كتير عندي على القناه، تقدري ترجعي لاي نوع مخلل هتشوفيني انا بظبط الملح ازاي. بس الحقيقه النهارده ما عنديش بيض وقلت اعملها معاكم كده. هدوب الاول بس الملح كويس قوي بقى، كويس قوي كده. ممكن حد يسأل طيب 6 معالق ملح دول على قد ايه ميه؟ لكل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. معلقه ملح كبيره من بتاعه الاكل. خلاص كده، وهنزل عليهم كلهم يعني دول تقريبا 6 كوبايات كبار. هنزل عليهم بمعلقه سكر كبيره. هدوبها برضو كويس قوي كده الاول، وهنروح نازلين بنص كوبايه من الخل. بسم الله. نص كوبايه خل اهو بالشكل ده، كفايه قوي كده. هنحط بقى البرطمان بتاعنا كده، وهننزل بالميه اللي حاطين فيها الملح والخل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهو.
خلاص اتغطى بقى بالشكل ده. هنزل عليهم تقريبا بكام فص توم. توم بقى كتري قللي حسب الرغبه، دول تقريبا 5 فصوص كبار. واحط اغطي بقى، انا مش عايزه اي هوا يخش للكرنب بتاعي. معايا كده اربعة فلفل، احطهم كده على الوش عشان يكبس لي الكرنب بتاعي اهو بالشكل. بديله يا دوبك بس غزه كده واروح حطاهم بالشكل ده كده. ممكن حد يقول اقطعي دي الاول الحته دي، لا هي على فكره دي بتحافظ على الفلفل. حتى لو بتعملي مخلي الفلفل يا ريت تسيبي اللي زي دي، يعني لو لها بوز كبير قوي وناشف بنشيل حته صغيره بس ما بنشيلوش كله، يعني اللي يستحسن انه يكون موجود فيه اهو. الفلفل كده على الوش كبسها بالشكل ده. عندنا بقى اللي هي بتاعت البرطمانات اللي زي دي اهي، هدخلها برده تكبس على الكرنب بتاعي. طيب هياخد كام يوم؟ 7 ايام بالظبط، وهرجع معاكم نشوف. تعالوا بس الاول كده شوفوا منظره، هو ما شاء الله عشان اللون بتاعه حلو قوي، فان شاء الله اللون ده كله هيبقى في الميه يعني اكنك حاطه بنجر. خلاص 7 ايام ونرجع مع بعض نشوف المخلل الكرنب بتاعنا الجميل ده شكله عامل ازاي. نشوف المخلل بتاعنا الجميل اللي كله فيتامينات دي، ابحثوا عنه وانتوا هتعرفوا بصراحه حاجات جميله جدا ان شاء الله على المخلل ده. تعالوا بقى نشوف بعد 7 ايام المخلل بتاعنا شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. اولا بصوا اللون عامل ازاي، ولا بقى بنجر ولا اي حاجه، هو اللون اللي فيه هو اللي منزله. خلاص كده هشيل بس الاول الكاوتشايه اللي احنا ايه حاطينها دي. بسم الله. طلع بس قطعه كده اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه ما شاء الله عليه. وده اللي خلاني كمان ما حطيتش ميه سخنه بتغلي، ميه ساقعه عاديه يعني ميه مغليه بارده. تعالوا بقى اسمعوا صوت القرمشه. تحفه. 7 ايام هتاكلي احلى مخلل، وكمان مش مخلل عادي، كمان كله فيتامينات. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم. مخلل ملفوف ولا كرنب عادي، ده حاجه قنبله فوائد. خشوا ابحثوا عنها وتعالوا شوفوا الجمال. المخلل شكله عامل ازاي وميته كده استحاله هترمي نقطه ميه من المخلل ده. يلا بينا نشوف المخلل الحلو قوي ده عملناه ازاي.